اللي في هاد الصورة هادي سميتها كلثوم أكباري، تزوجت أكثر من 18 مرة. تقدر تكون شي حاجة طبيعية، ولكن باش يموتوا ليها 11 راجل هذه هي اللي ماشي طبيعية. نقدروا نقولوا أنها أخطر قاتلة متسلسلة في إيران كاملة، كان اللقب ديالها أرملة الموت. ولكن السؤال الأهم هو كيفاش تزوجت هاد العدد كامل، وشنو السبب اللي كيخليهم يموتوا ليها هاد الأزواج كاملين. غادي نعرفوا هاد الشيء كامل في هاد القصة ديال اليوم. السلام عليكم، أنا سعيد وهذه قناة لا للإجرام. تولدت كلثوم أكباري في مدينة صاري اللي كاينة في شمال إيران سنة 1967. هاد المدينة هذه كانت معروفة بالطابع القروي ديالها، والناس اللي ساكنين فيها معروفين بالتشدد الديني، خصوصا في العلاقات ما بين الرجل والمرأة. كانوا كيتعاملوا مع البنات بحال السلعة كتباع وتشرى في الأسواق وصافي. وكلثوم كانت جاية من واحد العائلة فقيرة شوية، ولكن كانت ذكية بزاف. منين وهي صغيرة علموها كيفاش تسير الدار ديالها وتكون وكيفاش ترضي راجلها في المستقبل وصافي. ولكن الشكل ديالها ما كانش باين عليه العمر ديالها الحقيقي، يعني وهي في العمر 12 عام كانت كتبان مرة كبيرة ديال الزواج. ومن تماك والديها قرروا يزوجوها. تقدم ليها واحد السيد كبير في العمر، غير هو كان غني بزاف، الفلوس كانت عنده بحال التبن، وهي طبيعة الحال مع كانت مازال صغيرة ما كانش فاهمة شنو واقع، ورفضات الزواج منه. ولكن والديها بزاف عليها، وحتى مني حاولت تهرب من الدار رجعوها صحة، وفي الاخير تزوجات داك الراجل. العائله ديالها كانت باغيه غير الفلوس وصافي، شي حاجه اخرى ما كتهمش. كان كيصحاب ليهم ان الزواج غادي يبدل حالتهم الماديه، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الراجل اللي تزوجاته كان كيعاملها بواحد الطريقه وحشيه بحال شي حيوان، وهي بطبيعه الحال ما كانتش عارفه كيفاش تتصرف معاه. وكل مره كتجي تشكي لوالديها كانوا كيقولوا ليها تكمشي وسكتي وصبري على دارك وراجلك. داز عام على الزواج، حملات كلثوم وولات وهي مازال صغيره، ما كانتش عارفه كيفاش تربي ولدها، حيت هي اصلا كان مازال خاصها الترابي. بسبب الجهل ديالها الحاله الصحيه ديالو بدات كتسوء، حتى مات في اخر العام. الوفاه ديال ولدها اثر بزاف على راجلها، وجاته ازمه قلبيه ومات حتى هو بطريقه طبيعيه. يعني دازوا عامين على الزواج، وكلثوم كانت غير في 15 عام من العمر ديالها. رجعت ثاني لدار والديها، ولكن تفاجأت أنهم كيوجدوا ليها باش يزوجوها عاوتاني، وبنفس الطريقة. الراجل كبير وغني، والهدف دائما هو الفلوس. تزوجت المرة الثانية بزز منها، ولكن من هنا بدات كتبدل الشخصية ديال كلثوم. ما بقاش داك الطفله البريئه اللي ما عارفه والو، بالعكس حتى هي ولات كتفكر في المصلحه ديالها، والطمع بدا كيسيطر عليها. هاد جوج تجارب في الزواج خلوها تولي امراه مختلفه تماما. قلبها ولا قاسي بحال الحجر، والعقل ديالها بدا كيخدم بطريقه جهنميه. من بعد الزواج الثاني كلثوم فهمت مزيان انها في الزواج الاول ما ربحت والو. داكشي علاش قررت هاد المره ان الزواج الثاني خاصها تكون كلها مبنيه على الاستفاده وصافي. الراجل الثاني ديالها كيف ما قلنا كان حتى هو كبير في العمر، ولكن كيعاملها مزيان حسن من الزوج الاول. ودازت عام وكلثوم حملات عاوتاني، ولدت هاد المره بنت. دازت واحد المده وبدات عاوتاني المشاكل بينها وبين راجلها، وهاد المشاكل وصلت حتى للطلاق. من بعد الطلاق خدات بنتها ورجعت لدار والديها، وعاوتاني هاد المره ما كاين حتى فائده في هاد الزواج. وكلثوم كانت عارفه مزيان انها ملي غادي ترجع لدار والديها غادي يبداو يقلبوا ليها عاوتاني على راجل ثالث. ولكن هاد المره هذه قررت باللي هي اللي خصها تختار الراجل الثالث، وبالفعل تزوجت المره الثالثه براجل هي اللي اختارته. ولكن حتى هاد الزواج ما طولش، وقعت شي مشاكل وخلافات بيناتهم حتى طلقها حتى هو، ورجعت المره الثالثه لدار والديها. ولكن دابا فقدت كل الامل في الفكره ديال الزواج. فاش كانت عندها 25 عام كانت دازت تقريبا من 5 ديال الازواج، 2 منهم ماتوا و3 طلقوها. جلسات كلثوم مع راسها وبقات كتركز في كل التفاصيل اللي دازت عليها، وعرفت انها ما استفدت والو من حتى واحد فيهم، ولا حتى مره ربحت الفلوس ولا حتى الراحه ديالها. وكانت عارفه مزيان انه الا بقات بحال هكا غادي ترجع للدار عاوتاني، ووالديها غادي يزوجوها المره السادسه بحال الاول. داكشي علاش قررت انها خاصها تكون مسؤوله على راسها وتنزل تخدم باش تعيش كيف ما بغات هي، وما تبقاش تحت السيطره ديال عائلتها. وبالفعل بدات الخدمه في واحد المطعم، وكل اللي كان في بالها هو الفلوس اللي غادي تربحها من داك الخدمه. ولكن وهي خدامه كانت عارفه مزيان انها مرا زوينه بزاف، وان اي راجل كيشوفها كتعجبو وكيبقى يشوف فيها.
ومن هنا بدات الفكره الشيطانيه كدور ليها في راسها. علاش ما نستافدش من هذا الجمال ديالي؟ بدات كتقلب على الطرق اللي تقدر تجيب منها الفلوس بزاف في مده قصيره. ومن بين الافكار اللي كانت منتشره في ذاك الوقت كانت الفكره ديال الزواج المؤقت او الزواج ديال المتعه. وبدات حتى هي كتفكر في نفس الموضوع. جا عندها واحد الراجل كبير في العمر كيجي للمطعم دائما، وكان باين عليه كتعجبو كلثوم بزاف، كيجي بخصوص باش يشوفها. ومن بعد مده قصيره عرض عليها الزواج المؤقت لمده شهرين مقابل مبلغ مالي كبير. وطبعا كلثوم ما صدقاتش راسها، حيت جاتها الفرصه في واحد الوقت اللي كانت محتاجه فيه الفلوس بزاف. هي في ذاك الوقت كانت في اواخر العشرينات والراجل كان في اواخر الستينات، ولكن ما كانش كيهمها لا حلال ولا حرام. اللي كان كيعنيها هو الفلوس اللي غادي تربحها. وفعلا وافقت على الزواج، اتفقوا انها تاخذ الفلوس ديالها حتى يسالي العقد ديال الزواج يعني الكونطرا. ولكن منين مشات معاه للدار تصدمات. الراجل كان ساكن في واحد القصر كبير وعايش واحد الحياه ديال الرفاهيه ما كانش كتخيلها حتى في راسها. السيد كان من اصحاب الاموال تترعرع، وعاشت معاه في ذاك الوقت احسن عيشه. الفلوس، الذهب، الراحه، الحديد، كل شيء موجود. ومن بعد هذا الزواج كلثوم بانت ليها انها دارت احسن زواج من بين ذاك الازواج الاولين كاملين. الحياه ديالها تبدلت كليا من بعد هذا الزواج. الراجل فعلا كان كيعاملها مزيان وكان كيعطيها داك الشيء اللي بغات، وحتى هي كانت مرتاحه معاه بزاف. الراجل كان فرحان وحتى هي فرحانه وبغا يتهلا فيها. ولكن في اللحظه اللي سال فيها الزواج المؤقت تبدلت جميع الامور. كلثوم تفاجات ملي قال لها الراجل ان المده ديال العقد سالات، وخاصك دابا ضروري تجمعي حوايجك وتمشي بحالك من الدار. بقات كتطلب فيه باش يزيد يطول المده في العقد، ولكن الراجل رفض لانه باغي يتزوج بواحده اخرى. يعني هو بالنسبه ليه صافي سال التاريخ الباب الحباب. عطاها فلوسها وخرجات من داك القصار. فاش خرجت هاد المره كان معاها واحد المبلغ ديال الفلوس كبير اللي ربحاته من هاد الزواج المؤقت، وحست بالفرق الكبير بين هاد الفائده وبين 5 ديال الرجاله اللي فاتوا ما استفدت منهم حتى لعبه. دابا حسات انها لقات الفرصه اللي كتقلب عليها، الزواج المؤقت اللي كيجيب الفلوس كثيره في مده قصيره. بدات كلثوم كتخدم بهذا الاسلوب، كتقلب على الرجال اللي بغاو يتزوجوا الزواج مؤقت، وكانت حاطه شروط واضحه. العقد ما يزيدش على شهرين، والمبلغ المالي المتفق عليه خاصها تاخذه من اول لحظه يتمضى عليها العقد. تزوجت 3 ديال المرات بهاد الشروط، وكل مره كيسالي الزواج كتاخذ الفلوس ديالها وكتمشي. الخدمه ديال المطعم سمحات فيها، وبدات الخدمه الحقيقيه ديالها هو الزواج ديال المتعه. ولكن الحياه تبدلت في الزواج الرابع بعد ما هذا النوع ديال الزواج ولات كتخدم به بشكل شبه دائم. الزواج الرابع ديال المتعه ماشي الشرعي، راه دابا تزوجات 5 ديال المرات الشرعي و4 ديال المرات زواج المتعه. الرابع هو اللي قلب ليها حياتها وخلى في بالها الفكره ديال القاتله متسلسله. هذا الزواج كان مع واحد الراجل كبير في السن سميتو احمد، وكان عنده 70 عام. هذا الراجل كان عنده واحد الشروط جديده، العقد يكون عام ونص وما غاديش يعطيها الفلوس حتى يسالي العقد كامل. كلثوم كانت متاكده انها غادي تقدر تسيطر عليه وتاخذ اللي بغات منه، ولكن ما كانتش عارفه انها داخله في واحد تجربه جديده وخطيره بزاف. من بعد ما تزوجت كلثوم عرفت بالزربه ان الراجل زقران بزاف وما باغيش يصرف عليها، حتى الا طلبت منه طلب صغير ولا فلوس كيوقعوا بيناتهم مشاكل، والعقد باقي فيه عام ونص كاملين. وبدات كتفكر كيفاش غادي دير باش تفك منه بلا ما تغرق راسها في المشاكل. طلبت الطلاق منه، ولكن السيد عاد ما زاد فيه وهددها بالعقد اللي بيناتهم. ومن هنا بدات كلثوم كتفكر كيفاش تهنى من هذا الراجل بلا ما يبانوا عليها اي شبهات، وفي نفس الوقت تقدر تدي الفلوس اللي من حقها. وفكرت في واحد الحاجه غريبه ما طاحش في بال حتى شي واحد، حيت الراجل كبير في العمر الا مات راه شيباني مو طبيعيه عنده، غادي تبان قدام الناس بحال وفاه عاديه وما فيها حتى شي مشكل. من بعد ما فكرت مزيان وتاكدت من داك الشيء اللي باغا ديرو، كلثوم جابت واحد الخلطه ديال الدواء، بزاف ديال الادويه ديال السكر وشويه ديال المنشطات الجنسيه، وخلطاتهم مع بعضياتهم وبدات كدير لي هذه الخلطه كل مره شويه، مره في الماكله، مره في الشراب، مره في اتاي. الخطه كانت بسيطه. الراجل من بعد ما يتناول هذه الجرعات غادي يمرض ويحتاج يدخل المستشفى، ومن تماك منين غادي يرجع للدار العائله غادي تكون فرحانه وتشوف كلثوم واقفه معاه وكتعاونو. ومن بعد ما رجع للدار هي كتزيد ليه جرعه اكبر شويه، وهاد المره ممكن يموت والناس غادي يظنوا
أنها وفاة طبيعية حيث راه جا من السبيطار وهو مريض. وهكذا كلثوم خدت الفلوس ديالها والعقد ديال الزواج سالا وما بقات عليها حتى شي تهمة أو شبهة. وهذه ولات هي الطريقة اللي خدامة بها. القتل كيبان بحال وفاة طبيعية ومن بعد كتمشي تتزوج مرة أخرى. هاد المرة طاحت مع واحد الراجل سميتو المسيح وكان عنده 80 عام. اتفق معها على العقد يكون فيه عامين وبنفس الفكرة، ما غاديش يعطيها الفلوس حتى يكمل التاريخ اللي في العقد. كلثوم موافقات وكانت عارفه شنو غادي دير الا بدا الراجل كيفقص فيها. داز الشهر الاول على الزواج، حست بالملل وبغات الفلوس ديالها وبدات كتوجد له الخلطه السحريه ديالها وتخلط الدواء في الماكله والشراب وزيد وزيد. نهار خرج الراجل من السبيطار للدار ما توفاش مباشره، الروح بقات طالعه هابطه فيه شويه. في ذاك الوقت كلثوم جابت واحد القطعه ديال شي توب وخنقاتو بها حتى مات. من بعد ما تاكدات انه مات عيطات لعائلته باش يجيو يشوفوه قبل الدفن. وطبيعه الحال العائله ما شكوا في والو وقالوا انها وفاه طبيعيه. الناس كاملين صدقوا الموت ديالو الا واحد ولده الكبير اللي كان طبيب. هو حس بشي حاجه مشبوهه وقالها للخوت ديالو، ولكن هما قالوا ليه الاب ديالهم راجل كبير وعنده 80 عام وحاجه طبيعيه انه يموت. كلثوم كانت كتمثل الدور مزيان 10 على 10 وكانت حنينة معاهم وبينات ليهم الاحترام. وهكا الراجل تدفن والوفاة بانت طبيعية وهي خدت المستحقات ديالها وسالا العقد ديال الزواج. هاد المرة تزوجت 3 ديال المرات بنفس الطريقة. الراجل كبير، العقد مدة طويلة، وكلثوم كتخلي هي مرض بالدواء إلا مرة واحدة اللي خنقات فيها واحد حيت ما ماش دغيا بطريق الجروعات. في هاد الوقت كلثوم ولات عندها 52 عام، يعني دازت تقريبا 22 عام في هاد الطريق ديال الزواج ديالها تقتلهم وكتبان انها حاجه طبيعيه. اخر زواج في الحياه ديال كلثوم اكباري كانت في السن 55 عام. تزوجات براجل سميتو غلام وكان عنده 83 عام. عرض عليها الزواج ديال المتعه لمده عامين وهي وافقات وحتى عائلته وافقوا. تزوجات ومشات معاه للدار، ولكن منين وصلت اكتشفت ان غلام كان ضابط سابق في الجيش الايراني وكان راجل كيشك في كل شيء اللي حداه. غير داز واحد الاسبوع كلثوم قررت انها تخلص منه. الراجل كبير وعنده مشاكل صحيه وإلا توفى طبيعه الحال موتو غتكون طبيعيه وحتى واحد ما غادي يشك في شي حاجه. صوبت الخلطه ديال الدواء وخلطاتها بالعصير وعطاتو الكاس يشرب العصير. غير شرب، راه فيه غير الفيتامين سي. ولكن غلام شك باللي كاينه شي حاجه وما بغاش يشرب العصير وطلب منها انها تشرب هي الاولى. كلثوم من كثره الخوف والخلعه طيحات الكاس من يديها وتهرس. هنا غلام تاكد 100% انها كانت ناويه تصفيها ليه، وبسبب هذه الحركه اللي دارت جرى عليها من الدار. كلثوم بقات كتفكر دابا غادي تخسر الفلوس ديال العقد وما غادي تربح والو، وزيد على هذا الشيء كامل ممكن يبلغ عليها. قررت تتحرك بالزربه قبل ما غلام يدير شي حاجه. عرفت ان غلام غادي يبات عند بنته. تواصلت مع واحد البنت كانت خدامه عندهم وعطاتها مبلغ مالي كبير مقابل انها تحط الدواء في الاكل ديال غلام. البنت غير شافت الفلوس طمعات ووافقت في البلاصه. غلام كان جالس في دار بنته كيتعشى معاهم عادي بحال ديما، ولكن من بعد ما سال الماكله ديالو طاح على الارض فاقد الوعي. نقلوه للسبيطار واكتشفوا انه مات بسكته قلبيه. كلثوم كانت كتسنى الاجراءات تكمل باش تاخذ الفلوس ديالها من عقد ديال الزواج، ولكن بعد يومين جاو عندها رجال ديال الشرطه الايرانيه للدار. تم الاعتقال ديالها. في هاد اللحظه كلثوم ما كانت فاهمه والو شنو اللي كيوقع، وعرفت من بعد ان غلام اللي شك فيها عاود كل شيء لبنته وقال لها قبل ما يموت انه شك في كلثوم اكباري وكان حاس بانها باغيه تقتله باي طريقه. ومنين مات فجاه في الازمه القلبيه بنته دارت واحد البلاغ للشرطه واتهمتها مباشره بانها هي اللي قتلت الاب ديالها. ولكن المفاجاه الكبيره كانت في هذا الوقت بالضبط. الطبيب اللي استقبل الحاله ديال غلام في المستشفى ما كانش اي طبيب، كان هو الدكتور ولد الراجل المسيح اللي كانت كلثوم مزوجه به من قبل، واللي كان هو الوحيد اللي شاف التصرفات ديالها وكيظن انها كانت السبب في موت الاب ديالو حتى هو. منين عرف الطبيب ان الراجل اللي جابوه ميت مزوج بواحد المراه سميتها كلثوم اكباري، وتاكد انها نفس المراه اللي تزوج بها الاب ديالو شحال هادي، دار بلاغ رسمي واتهمها حتى هو بانها كان السبب في موت الاب ديالو. بدات التحقيقات وتشريح الجثه ديال غلام واكتشفوا ان الجسم ديالو كان فيه خليط كبير من الادويه ما عندها حتى علاقه ببعضهم، ولا حتى كانت من الادويه اللي كيتعالج بها هو اصلا. ومن هنا
الشرطة وجهت الاتهام مباشرة لكلثوم أكباري أنها هي السبب في موت غلام. هي في الأول نكرات كل شيء وبقات ثابتة على الأقوال ديالها، ولكن البنت الخدامة اللي عطاتها الفلوس كلثوم مع الخلعة وزيروها في الآخر اعترفت بأنها فعلا حطات الدواء في الماكلة ديالو، وقالت أن كلثوم هي اللي أمرتها بهادشي. وبعد مدة طويلة من الانهيار ديال كلثوم أخيرا اعترفت وقالت أنها ماشي غير قتلات غلام ولكن قتلات 10 قبل منه وهو 11، وكلهم بنفس الطريقة. خليط ديال الدواء كيبان عادي ولكن كيقتل شوية بشوية، لولا أنه غلام شك فيها في آخر لحظة وعاود البنت وكل شيء على اللي شاف، عمر شي واحد ما كان غادي يحصلها. الإحصائيات اللي خرجت بعد التحقيقات بينت أن كلثوم أكباري تزوجت 18 مرة، منهم 5 ديال الزواج الشرعي والباقي كلهم كان زواج مؤقت أو زواج المتعة. الناس كاملين قالوا لو استغلت الذكاء ديالها والدهاء اللي عندها في شي حاجة مزيانة كون نفعت بلادها وكانت حياتها غادي تكون مختلفة تماما، ولكن اختارت طريق الجريمة. من بعد المحاكمة اللي دازت في جلسات علنية، تقارير رسمية وإعلامية قالوا باللي السلطة الإيرانية حكمت على كلثوم أكباري بعدة إعدامات. بعد التقارير ذكرت 10 ديال الأحكام الإعدام اللي عندها علاقة بالقضايا اللي ترفعت ضدها، وزادوا كيقولوا باللي كاينين أحكام أخرى على الجرائم ولا تهم جنائية إضافية. خاص نوضحوا باللي في إيران مصادر قضائية كدوز غالبا من مراحل ديال الاستئناف والمصادقة من محاكم أعلى قبل ما يتنفذ أي حكم بالإعدام، يعني الحالة القانونية ديالها مازال ممكن تبدل حتى توصل للمرحلة ديال التنفيذ النهائي. اليوم كلثوم أكباري ما زالت تحت التحقيق وكل شوية كيكتشفوا ضحايا جداد. الإشاعات كتقول أنها قتلت أكثر من 20 شخص، ولكن الصحف الرسمية أكدت لحد الآن أنها اعترفت بقتل 11 إنسان. والقضية ديال كلثوم أكباري ولات واحدة من أخطر وأعنف قضايا اللي عرفها التاريخ الإيراني الحديث. وهكا كتنتهي القصة ديالنا ديال اليوم. إلا عجبتكم القصة ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس، شاركوا الفيديو مع أصحابكم وعلقوا لينا بالرأي ديالكم. نشوفكم في الحلقة الجاية، أعانكم الله.